هند زوجة أبو سفيان أمرات كفار قريش باش ينبشوا ويحفروا قبر أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عواشركم مبروكة، رمضان على الأبواب، الله يبلغنا ليه لا فاقدين ولا مفقودين، والله يرزقنا الإيمان والتقوى وصلاح الأنفس. نكمل مع السيرة النبوية الشريفة، واليوم حلقة خفيفة جدا. زوجة أبو سفيان هند، لما كان كفار قريش كيستعدوا للحرب وللقضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين في المدينة، كانوا يستعدوا لغزوة أحد. غزوة أحد اللي كانت غزوة كبيرة جدا وغزوة فارقة في الإسلام، وأعطت دروس للمسلمين أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطت دروس للمسلمين إلى آخر الزمان. وهما كيستعدوا لهذه الحرب، وصلوا كفار قريش إلى أبواب المدينة حتى قربوا المدينة. فكانت الفكرة اللي نزلات على هند بنت عتبة وهي زوجة أبو سفيان أنها تدير واحد الأمر اللي عمره ما كان في الجاهلية، وعمر شي كافر وعمر شي يهودي أو لا أي واحد من أي ديانة فكر يقوم بهذا الأمر. فكرات باش تحفر قبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حقدها الشديد على سيدنا محمد. إلا أن كفار قريش رفضوا يديروا هذا الأمر، ورفضوا يقوموا به، لأنهم عارفين بأنه أمر خطير جدا عمره موقع، وعرفوا بأن العواقب ديالو كانت غتكون وخيمة جدا. فرفضوا يقوموا بهذا الأمر، ورفضوا بالفعل ينبشوا قبر أم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحلقة المقبلة إن شاء الله نتكلم على غزوة أحد بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.